مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في خلال فيديو النهارده عايزين نتكلم على اخر التسريبات والاخبار اللي بتخص عالم الام سي يو، وبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. اول حاجه نتكلم عليها التصريحات بتاعه الممثل جيرمي رينر، واللي خلالها اكد ان هو هيرجع يعمل مسلسل هوكاي الموسم الثاني، ولكن مفيش اي كلام من ناحيته على انه هيبقى موجود خلال فيلم دومز داي والسيكريت وورز، وكل اللي هو قاله ان انا مش هظهر خلال الافلام دي. ولكن على الجانب الاخر اكد ان هو هيشتغل بالفعل على الموسم الثاني من هوكاي، ولكن المشكله ان هو الكلام بتاعه في خلال المقابله اللي هو كان موجود فيها كان الكلام ده فيه تناقض كبير جدا، لان هو من ناحيه قال لك ان انا هعمل هوكاي الموسم الثاني وماليش دعوه بالافلام بتاعت الافنجرز ولا الكلام ده، وبعدها بشويه قال لك ان هو كان مع الكاست او الممثلين في الكواليس بتاعه تصوير فيلم افنجرز دومز داي. وخلي بالك ان انا قلت لك هنا ان هو راح مع الممثلين في الكواليس بتاعه دومز داي، يعني هو سافر للندن وكان موجود في اماكن التصوير نفسها، وهنرجع للنقطه دي بعد شويه. وكان بيقول ان هو كان مبسوط ان هو شاف كل الموجودين هناك متجمعين، سواء بقى اذا كانوا بيتجمعوا كلهم عشان يصوروا فيلم او لا، بس المهم ان هم كلهم بيجتمعوا دايما مع بعض. وهنا يا معلم عايزك ان انت تاخد بالك من حاجتين. الحاجه الاولى ان هو قال لك ان هو كان موجود في الكواليس بتاع تصوير الفيلم، يعني بالتالي ممكن يكون صور مشاهد للفيلم، لان يعني لما اوظف الكلمه انت لو كنت عايز تقابلهم كنت هتقابلهم في اي حته تانية، او حتى كمان على الجروب بتاع الواتساب كانوا ممكن تتكلموا مع بعض والدنيا ايزي، يعني مفيش اي مشكله. ولكن مش عشان تقابل صحابك تسافر دوله تانية عشان تقابلهم في الاماكن بتاعت شغلهم، يعني هنا مفيش منطق الصراحه. واكيد 100% هو صور مشاهد هناك وش. اما بالنسبه للنقطه التانية اللي عايز الفت نظرك ليها، ان هو بالرغم ان الكلام ده جاي من الممثل نفسه اللي هو جيرمي رينر ان هو كان موجود في اماكن التصوير، عايزك تاخد بالك ان هو مفيش حد من المسربين ولا اي حد نزل اشاعه على انه هيبقى موجود خلال دومز داي. فده يفهمك كده يا معلم ان انت في ممثلين اكيد 100% راحوا هناك اماكن التصوير، ولكن مفيش اي حد كان عارف ان هم موجودين هناك. فده بيخليك ان انت تتوقع انه فعلا في شخصيات كتير ممكن ما يكونش اتسربت ولا اتقال عليها اي معلومه على السوشيال ميديا، او حتى اسمها اتذكر قدامنا وارتبطوا في فيلم دومز داي، وممكن يظهروا خلال الفيلم نفسه بشكل مفاجئ. ودي النقطه الصراحه اللي عجباني جدا خلال التصوير بتاع الفيلم ده. وعندنا بعد كده بشكل رسمي تم التاكيد على ان فعلا فيلم الاكس مين اللي هم هيعملوه واللي هو هيقدم الفريق الجديد الخاص بكون 616، الفيلم ده يعتبر تم اختيار المخرج بتاعه واللي هو نفس المخرج اللي اخرج فيلم السانتر بولز، ودلوقتي عينوا نفس المنتج ستيفن بروسارد اللي هو اخرج بعض الاعمال الخاصه بمارفل عشان برضه يخرج فيلم الاكس مين، واللي المفروض هينزل بعد احداث سيكريت وورز ما تنتهي. عندنا بعد كده الممثله اليزابيث اولسون صرحت مؤخرا ان هي عايزه ترجع لدور سكارلت ويتش تاني، وده في اقرب فرصه ممكنه، وحسب كلامها ان هو اقرب وقت هترجع فيه للشخصيه دي هتنتهز الفرصه وهترجع. الفكره بقى معلم اللي خلاني ان انا اقول التصريح ده ان هي اساسا قبل كده قبل التصريح ده على طول كل ما كانت بتتسال على سكارلت ويتش او واندا ماكسيموف كانت بتقول لك ان هي مش هترجع والكلام ده، وكانت بتبعد من الاخر عن الاجابه على السؤال، وكانت بتقفل الكلام بطرق مختلفه. ففكره ان هي تقول لك دلوقتي ان هي عايزه ترجع للدور فهنا في حاجه غلط، خصوصا لو انت تاخد بالك من الفيديوهات اللي فاتت قلت لك خلالها ان هي المفروض شركه مارفل عماله بتنزل في لقطات سواء على الانستجرام او على التيك توك او السوشيال ميديا بشكل عام. اللقطات دي لو تاخد بالك اغلبيتها اساسا حوالين شخصيه سكارلت ويتش او واندا ماكسيموف، وقلت لك ان انا نفسي مستغرب اللي هي ليه مارفل اصلا بتنزل حاجات كتير عنها. يعني لو هنقول ان هو ده ترويج لمسلسل فيجن كويست فاساسا بعض اللقطات دي ملهاش علاقه بفيجن، اللقطات كلها متمحوره حوالين شخصيه واندا نفسها. فده اذا كان بيلمح لشيء فبيلمح لنا احنا على ان كده شركه مارفل احتمال ترجعها، واقرب فرصه بالنسبه لنا دلوقتي هي فيلم افنجرز دومز داي او المسلسل بتاع فيجن كويست. وعلى ذكر مسلسل فيجن كويست عايز اقول لك انه تم الاعلان دلوقتي بشكل رسمي ان هو مسلسل فيجن كويست هيبقى اخر مسلسل للثلاثيه بتاعه واندا فيجن. فحاله ان انت مش عارف فدي ايوه كانت ثلاثيه، اولها المسلسل الاساسي واندا فيجن، بعديها الاعمال المشتقه واللي هو كان مسلسل نجاسه اولا لونج، والختام بتاعهم لحد دلوقتي هو فيجن كويست الموسم الاول. وهنا قلت لك الموسم الاول لان كان في شويه اشاعات على ان احتمال يتعمل موسم تاني برضه، والكلام ده كان نازل في شهر اكتوبر اللي فات على طول، بس لحد دلوقتي مش مؤكد اذا كانت فعلا مارفل هتعمل موسم تاني ولا لا. وده لان بكل بساطه مارفل بتتعلم من الاخطاء اللي فاتت اللي خلتهم ان هم يفشلوا، فلو فكره موسم تاني مش هتفيد بشيء فهم مش هيعملوه. ذكر كمان برضه والكلام ده يعتبر هو كلام رسمي ان هو بطريقه ما مسلسل وندر مان هيرتبط بالاحداث بتاعت مسلسل فيجن كويست، وتحديدا اتذكر اكتر ان هي الطريقه اللي سيمون ويليامز هياخد بيها القوه بتاعته هتبقى مرتبطه مع الناس اللي اعادوا فيجن مره تانية، بس برضه لحد دلوقتي
دلوقتي مش معروف ازاي ولا ايه معنى الالغاز دي. والتسريب اللي بعد كده يعتبر هو تسريب موثوق وبيأكد ان شركه مارفل عندها خطط ومشاريع كتير هترجع فيها الممثل هيو جاكمان بدور وولفرين تاني، وده بعد انتهاء احداث فيلم افنجرز سيكريت وورز. فهيو جاكمان هو هيفضل موجود في العالم بتاع الام سي يو ما بعد سيكريت وورز ما تنتهي، ولكن ده مش معناه ان هو هيكون شخصيه وولفرين الاساسي، لان على حسب برضو الكلام القديم اللي عرفناه شركه مارفل هتخلي هيو جاكمان ان هو شخصيه وولفرين عادي مفيش اي مشكله، ولكن هو هيكون بجانب وولفرين الاساسي اللي هو جاي من الفريق بتاع الاكس مان اللي هم الاساسيين في كون 616. فمن المحتمل كده عشان ما تتوهش مني وولفرين بتاع هيو جاكمان هيفضل مع ديد بول، ده اللي احنا ممكن نقوله لحد دلوقتي. وعندنا بعد كده الممثله ميا جوز اكدت من اسبوع ان هي ما زالت لسه موجوده في خلال فيلم بليد، واللي مارفل بقالها حرفيا سنين بتحاول ان هي تطوره، ولكن برضه لحد دلوقتي مش عارفين هينزل امتى. ولما اتسالت على المشاكل اللي بتحصل مع فيلم بليد ردت وقالت ان هو كويس ان هم دلوقتي بياخدوا وقتهم عشان يعملوا الفيلم باحسن شكل ممكن، وهي ما عندهاش مشكله ان هم يفضلوا شغالين عليه عادي. وعندنا بعد كده كيفن فاجي كان بينزل تصريحات خلال الفتره اللي فاتت، ودي تعتبر اخبار حلوه لان هو بيبشرك بالعالم الجديد بتاع مارفل اللي هو هيبنيه واللي هو هيكون بعد السيكريت وورز، وكذلك برضو اتكلم على الخطه بتاعت السنين الجايه وكل الكلام الحلو ده. ولكن بالنسبه لي خدت بالي ان هو تقريبا في مشكله في الكلام اللي هو بيقوله، والله اعلم المعلومه دي هتكون صح ولا غلط، بس كتوقع مني على حسب اللي انا استنتجته من التصريحات بتاعته ان هو محتمل ان شركه مارفل مش هتنزل غير فيلم دومز داي والسيكريت وورز فقط. وبالنسبه بقى للخطه القديمه على ان كان في مسلسلات وافلام هتبقى موجوده بين الافلام بتاعت الافنجرز وهتبقى الاحداث بتاعتها موجوده جوه الباتل وورلد، من المحتمل كل الكلام ده هيتلغي. وارجع واقول لك ان ده توقع مني بناء على التصريحات اللي هو نزلها الفتره اللي فاتت، مش كلام اكيد 100%. واللي جاب لي الاحساس او التوقع ده لان هو كيفن فاجي كان بيقول ان هو عايز يخلي الناس تفتقد مارفل تاني، وده زي ما هم ما كانوا بيعملوا زمان لما خلال السنه الواحده كانوا ممكن ينزلوا فيلم او فيلمين، ما كانوش يعني بيزودوا الكميه بتاعت الاعمال. وده لان اللي هو شايفه دلوقتي ان هي الاعمال دي تعتبر هي زادت، ومن ناحيه تعتبر بقت بالنسبه للفانز عامله زي الواجب اللي انت لازم تخلصه قبل ما تتفرج على العمل الجديد، ومن ناحيه تانية الناس مش بتتعلق مع الشخصيات او الاعمال اللي هم بيعملوها. والكلام ده انا شايفه فعلا ان هو صح 100%. انا شخصيا مش طايق الشخصيه اللي هي اسمها نيو فالكون دي اصلا، ولا حتى سام ويلسون على انه يكون هو كابتن امريكا، وحاسس ان هو 100% كروت. الكلام ده يعتبر هو حلو من ناحيه بحيث ان هو يعرفك ان هم كده هيركزوا على فيلم دومز داي وسيكريت وورز وهيدوه كل القوه بتاعتهم وكل التركيز بتاعهم عشان يخلوه ينجح. ولكن من ناحيه تانية الصراحه الكلام ده بالنسبه لي زي الزفت، لانك انت جاي تعمل كده مع فيلم دومز داي وسيكريت وورز، والخطه القديمه كانت تعتبر هي فعلا خطه حلوه بالنسبه للاعمال دي، ان انت لازم تعمل اعمال او مشاريع كتير بين الافلام بتاعت الافنجرز عشان نعرف ايه اللي حصل بعد نهايه دومز داي. الكلام ده فعلا كان منطقي، لانك انت لما تبص للاحداث بتاعت سيكريت وورز اللي حصلت خلال الكوميكس الاحداث دي كانت كبيره جدا، ولو انت هتعملها في خلال فيلم واحد اسمه فيلم سيكريت وورز انت محتاج على الاقل 8 ساعات، فمش منطقي ان انت تعملها على فيلمين اللي هو دومز داي واللي هو اساسا باتل وورلد مش هيتعمل خلاله ولكن هيتعمل فقط في النهايه بتاعت الفيلم، وسيكريت وورز اللي هو هيبقى فيلم قول ساعتين ولا 3 ساعات هتحكي فيه القصه الكامله. برضه بالرغم من كده هو ممكن يبقى تحدي وبتاع، ولكن برضه انا مش شايفه ان هو كلام منطقي. القصه كبيره جدا في الكوميكس فمش هتعرف ان انت تلخصها. بجانب كده الشخصيات بتاعت مارفل هي كتير جدا اصلا، يعني لو انت شفت الفيديو اللي فات او اللي قبليه تقريبا اللي اتكلمت فيه عن الكاست والشخصيات اللي هتبقى موجوده خلال دومز داي، لا يا معلم ده في شخصيات كتير جدا منطقيا المفروض ان هي هتظهر خلال الفيلم لانها شخصيات اساسيه في الكون ده، بجانب بقى الكاميوهات، بجانب بقى ان هي الافلام دي بتخص المالتي فيرس اصلا، فده بديهي هيخليك ان انت تتوقع كل الشخصيات اللي مارفل قدمتهم قبل كده او عملت لهم افلام ان هي ترجعهم خلال الافلام الجايه دي. فالموضوع يا جدعان كبير مش سهل. وكتوقع تاني برضو محتاج ان انا اقول لك عليه عشان برضو لو حصل الكلام ده ممكن يتنفي من كيفن فاجي نفسه، وده خلال مؤتمر سان ديجو كوميكون. ولو هتيجي تقول لي ازاي هاجي اقول لك لان ساعه فيلم انفينيتي وور واند جيم اللي حصل ان هم اعلنوا وقتها على ان فيلم انت مان 2 اللي هو انت مان اند ذا واز وفيلم كابتن مارفل هتبقى افلام بتنزل بين فيلم انفينيتي وور واند جيم، والافلام نزلت وبالفعل الافلام جابت فلوس والافلام كانت بتربط مع الافلام اللي فاتت واللي جايه، فكانت افلام اساسيه عشان تمهدك للقصه اللي هم كانوا بيعملوها الاند جيم، مع ان وقتها كانوا قايلين برضو نفس الكلمتين على ان انفينيتي وور واند جيم فقط. فانا بقول لك اهو من دلوقتي ممكن تتوقع ان هم فعلا ممكن يا اما يقسموا سيكريت وورز او هيبعدوه سنه او سنتين او الله اعلم بقى ايه اللي ممكن يعملوه بحيث يعرفوا يمهدوا القصه بشكل مناسب. وبجانب كده خليك عارف برضو ان هم اعلنوا ان هو فيلم سيكريت وورز هيبدا تصويره من اول ابريل 2026 لحد شهر سبتمبر 2026 برضو، وده بالنسبه لي انا برضو بيقلقني لانك انت هتصور فيلم السيكريت وورز من قبل ما تعرف ايه ردة فعل الناس على فيلم دومز داي، لان ممكن يبقى في مشاكل الناس خدت بالها منها خلال الفيلم هيجوا يقولوا لك ان انت تحاول تعالجها فانت هتضطر تاخد وقت عقبال ما تعالجها خلال الفيلم الجديد. وبس كده، عرفني رايك تحت في التعليقات وما تنساش تعمل لايك على الفيديو كنوع من دعم المحتوى، واشوفك على خير المره
المره الجايه، والسلام.